هلو يا حبايبي، كيف الحال؟ أتمنى أنكم تكونوا بألف خير. تبدأ الأحداث بظهور مشاكل في العائلة وتوترات عاطفية بين الشخصيات الرئيسية. يتم التركيز على الانتقاد أكشو وأبي بسبب استهلاكهما الزائد للحلويات والسكر، مما يثير قلق أفراد العائلة بشأن صحتهم. تحاول غاسيا وسوارنا إقناعهما بترك هذه العادة السيئة وتوعيتهما بالتأثيرات السلبية لهذا النمط الغذائي على صحتهما، ولكن دون جدوى. ثم يقرر أبي الذهاب إلى منزل أكشو ويصرخ قائلا: أكشو تعالي، لقد أتيت، لدي ملاحظات مكتوبة على يدي ولم يكن لدي وقت لتقديم العرض، اخرجي. ومن جهة أخرى تقوم أكشو بزيارة منزل أبي وتطلب منه أن يخرج. يتصرفون بشكل غريب وكأنهم مجانين، حيث ينفتون غضبهم ويطالبون بعضهم البعض بالخروج. يتساءل أبي قائلا: هل أنت خائفة؟ اخرجي. في حين ترد أكشو بقولها: أنا لست خائفة، اخرج أنت. تظهر أغنية تونو لاك في مشهد أكشو، وفي الوقت نفسه تظهر أغنية أجو جاب توم في مشهد أبي. يبدأ الاثنان بالهلوسة ومناداة بعضهما البعض. ينام الاثنان على الدرج في تلك الليلة. في الصباح يستيقظ أبي وينظر حوله، وتستيقظ أكشو أيضا وتنظر حولها وتتساءل: ما الذي أفعله هنا خارج منزل أبي؟ كلاهما مرتبك. أكشار تتذكر أكل الكعك، يتذكر أبهيمانو أنه أكل الشوكولاتة، ويشكون أن الحلوى تحتوي على مخدر. يعتقد أبه أنه إذ رأته أكشو فسوف تسيء الفهم أنه لا يستطيع العيش بدونها. تعتقد أكشار أنه إذا رآها أبه فسيظن أنها لا تستطيع العيش بدونه. كلاهما عاد إلى منزله بدون أن يراه أحد. فيما بعد يقلق سوها سيني وفانش بشأن أكشو، فيتفاجؤون من رؤيتها مشغولة بالعمل. وفي المنزل أبهي يسأل نيل أبهي عن الليلة الماضية. يقول أبهيمانو إن تركيزه اليوم على مستشفى بيرلا. يقول يحتاج إلى استعادة مشفاه. يقول ماهيما لأبهيمانو إنه ليس بخير. يقول أبهيمانو أنه لا يوجد شيء أهم من المشفى. تغادر أكشو لمقابلة المحامية، لكنها ترى دادي تبكي وتسألها عما حدث. تقول إن مانيش أراد الاحتفال معا، لكنه هو نفسه غير موجود. أكشار تؤكد أنهما سيحتفلان معا هذه السنة، وترفع معنويات سوهاسيني وسوارنا وتأمل في إخراج مانيش وكاريفاي وكايراف من السجن بكفالة. في مكان آخر أروهي تتحدث مع صديقها وتقول له أنها اشتاقت إليه. في رأيكم من هو هذا الصديق؟ انتهى الفيديو. نحن نتطلع إلى تفاعلكم ومشاركتكم معنا، فلا تترددوا في التعليقات والمشاركة والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. شكرا لكم على تفاعلكم ودعمكم لنا. وللحصول على المزيد من التحديثات والأخبار المثيرة حول بوليوود، لا تنسوا متابعة صفحتنا على الانستغرام دراما هندي تجمعنا. شكرا لكم على متابعتكم، ونتطلع لرؤيتكم في المقاطع القادمة.